شفت فيديو دلوقتي لخالد الغندور، معمول اي اي تقريبا. بيقول ايه خالد الغندور؟ بيقول لك في واحد لعب في ودن بزيرة ثواني. عفوا، الكنترول بيقول لي الفيديو حقيقي يا اسلام مش اي اي. احيه. احيه. خالد الغندور بيقول ان في واحد لعب في ودن بزيرة وقال له خليك هربان وسيبك من الزمالك. بزيرة قال له يا باشا، انا في فلوس باخدها من الزمالك ممكن ما يديهاليش. قال له اي فلوس هيخصمها منك الزمالك انا هديها لك، بس خليك بره. حاجه كده زي لا 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 اهرب يا ياسين اهرب ربنا معاك. دي عقليه الكابتن التاريخي لنادي الزمالك، كابتن خالد الغندور. ما بالك بقى بالعيال اللي ماسكه صفحات بقى، سواء بقى مختلط، ايطاليانو، افغيانو، دكتوريانو. العيال اللي هي ايه بقى، بيستنوا يعني ايه النفحه بتاعتهم، ينزلوا لهم 40 30 بوست كده من خلال الواتساب، واخر الشهر ايه نفحه كده، خدوا يلا ابسطوا. هم محطوطين في مأزق ابن كلب يا جماعه والله. يعني محطوطين في حاجتين يا خالد غندور. اسمعني يا خالد غندور، هو انا مش اهلاوي ممكن اطلع اقول لك مثلا انا في واحد لعب في ودن امام عاشور وقال له لا، تمسك بتجديد عقدك بمبلغ الضعف مثلا 50 مليون ولا 60 مليون. سهله قوي. بس انا استعيبها ان انا اطلع اقول كده الناس تضحك عليا. ايوه زي ما ضحكوا عليك كده، وانت طالع عايز تفهم القطيع اللي وراك واللي بيصدقوكوا واللي مشوا مع بيان التحكيم بتاع الزمالك اللي هو غير المقبول. التشكيك في نزاهة التحكيم المصري، وبعد كده لبسته وهتلبسوا كتير. وده دليل منكم اللي احنا الحمد لله على مر التاريخ انتوا بتدعموا التحكيم المصري اللي انا اخد في حضوره بطولات محلية كتير وانا الاول فيها. خلينا نرجع لبزيرة. بزيرة دلوقتي عنده جولة رسمية ولازم نقفوا معاه. يعني اشحن عملة، اشحن اتنين، خلي معاك ايس كريم، خلي معاك وردة. اللي في مقدرته برضه راجل غني مثلا زي جمهور الزمالك كده، حضروا اسود، نمور، يونيفرسال دي بتتباعت جميلة، دي كلها فلوس وحنية. ف والله انتوا مش صعبانين عليا ليه يا زملكاويه؟ يعني انا واحد معروف باسلام الحنين وعندي قلب، اقسم بالله باجي عندكم انتوا نفسي تصعبوا عليا. ربنا يديكوا كمان وكمان من اللي انتوا فيه ده.